مرحبا بكم البنات. في الفيديو تاع اليوم رايحين نهضروا على القصات اللي يجيو في الربا. حنايا قرينا الباترو هذا عادي، ورايحين دوك نحكيو على الكورساج، وراح نحكيو على هذا الموديل. الفصاله تاع هذا الموديل هي الاساس اللي نفصلوا بها بين نوار صيفي وجبه قبايل، حجاب فضفاض، وروبه للمراه الحامل، وروبه للجده تاع العجايز كما نقولوا. هذه تحبس القصه تاعها هنا في حلمه الصدر. شوفوا مع البوبيه هذه داك تحبس لها هنايا مع حلمه الصدر، قصه على مستوى حلمه الصدر كما راكم تشوفوا. هذه الربا ما راحينش تفصلوا فيها الحرده، راح نفصلوا كل جزء وحده. هذا الصدر وهذا البدن وهذه الفوله. اختياري، يعني قادرين تنحيوا القطعه السفليه ديروا غير ربع من هذا الجزء كما قادر. هذا ارتفاع الصدر، هذا هنايا قادر يجي هابط شوي. رايحين نحكيو على الاختلافات. هذا الموديل يتفصل وهو مفتوح كما راكم تشوفوا هنا. نجيبوا القماش تاعكم هو مفتوح، اكيد منا حيكون مترتين ونص ولا 3 ولا 3 مترات ونص، حساب الزبونه تاعكم الطول تاعها وحسب بالكشكشه اللي راح ديريها انت هنا تاعك. قادره يكون الحجاب فيه كشكشه بزاف، راح ديري 3 مترات حتى 3 مترات ونص، وهنايا مثلا يكون متر ونص. نحكيو كذلك كي تحبي ديري روبه تاع قبايل ولا روبه الجده، واش راح نديروا؟ القماش تاعكم تفتحوه هكذا ورايحين تقطعوه الى قطع. القماش تاعكم رايحين تبارطاجيوه الى قطع. عندكم القطع هذه، اول قطعه تنحيوها قبل ما تقطعوا من القماش، رايحين تنحيو الفوله تاعكم اللي هي هذه، لانها راح تكون كبيره وحتكون فيها كشكشه. اول شيء رايحين تنحيوه هي الفوله. دوك نحكيو على الطول تاع الفوله تاعكم شحال حيكون. اول شيء قبل ما تبداو تقطعوا في القماش رايحين ديروا شغل قاعده هكذا. واش ديروا في القاعده تاعكم؟ الطول الكلي تاع الزبونه، الطول الكلي للزبونه تاعكم. تشوفوا الطول تاعها وشحال هي الطول، مثلا متر و 38 متر و 40. الطول الكلي نحتاجوه، سمحوا لي قلت لكم تجيبوا الطول الكلي تاعكم للزبونه من هذه النقطه مرورا بالحلمه الى غايه الارض، مثلا متر و 38 هكذا البنات. هذا الطول الكلي للزبونه تاعكم. واش رايحين تبارطاجيو؟ تنحيو حق الصدر تاعكم وتنحيو حق البدن، هذا يسمى البدن، وهذه الفوله هاي مكتوبه هنا الفوله. تنحيو الحق تاعهم. الطول الكلي عندي 38. الصدر عباره عن ارتفاع الصدر زائد 2 حق الخياطه باه تلصقوه مع هذه المنطقه هكذا. واش راح نديروا؟ تجيو تهزوا ارتفاع الصدر تاعكم من النقطه هذه الى غايه الحلمه كما راكم تشوفوا هكذا. هذا هو ارتفاع الصدر. تهزي ارتفاع الصدر تاعك مثلا 30 سنتيم، كل وحده كيفاش. هذا ارتفاع الصدر تزيدي له 2 سنتيم، خلينا 2 سنتيم ما نزيدوهاش. عندك ارتفاع الصدر هي 30، رايحه ديري 138 ناقص 30. الباقي هو البدن اللي يبقى لك، تبقى لك مثلا 108. 108 هي البدن. الا حبيتي تزيدي الفوله تاعك راح تنحي حق الفوله اللي درتيها 40، ديري 108 عفوا درت 108 ناقص الفوله تاعك اللي راح ديريها مثلا 40، والنتيجه تاعك هي هذا البدن اللي هنا راكم تشوفوا فيه. دوك البنات الطول تاع هذه هي 108 راهي الطول هذا كامل. رايحه تنقصي منها حق الفوله تاعك، وهذا البدن ها هو البدن تاعكم هو 68 ما تحطوهاش هكذا، اكيد راح نزيدوا لها حق الخياطه راهي تتحكم منا ومنا. يعني حق الخياطه حصروه بين 8 حتى 10. قد ما تزيدي مليحه بس قادره تاكلي فيها. المهم البنات قلت لكم هنايا راكم درتوا الفوله، حسبتوا الحق تاعها كيفاش يخرج. نكتب لكم هنايا باش تفهموا. طول كلي ناقص ارتفاع الصدر، النتيجه تساوي البدن. لا درنا البدن لانه كاينين بزاف في موديلات ما يديروش الفوله، يديروا غير هذه تاع ارتفاع الصدر والفوله ما كانش. وهنايا كي رايحين نخدموا الفوله درنا البدن نقصنا له حق الفوله. البدن هذا منا حتى لهنا نقصنا له 40 سنتيم.
40 سنتيم تاعكم هذه هي حق الفوله، البقيه هي 68. 68 ما حيش تحطوها هكذاك، راح نزيدوا لها حوالي 10 مثلا، بهكذا احسن. تولي عندكم مثلا 78. قد ما تحكمي منا ومنا مع العطفه وكلش راح تجيك مليحه ان شاء الله. تكونوا فهمتوني. تجيو لهنا تحطوا 40 سنتيم تاعكم. دوكا عندكم القياسات هكذا 40 سنتيم حق الفوله هكذا البنات. تجيو لهنا هكذا. هنايا من عندكم في عرض القماش مثلا مترتين ونص. تجيو المترتين ونص تاعكم هذه هنا في الامام والخلف غالبا يديو لنا 80 80، وكاين اللي يديروهم 75 75 هكذا. هذا الامام وهذا الخلف. نتوما اكيد حين تقطعوهم قد مثلا 80 هنا و80 هنا. هذا الامام وهذا الخلف. باش تكونوا متفاهمين لازم يكونوا قد بعضهم هكذا البنات. راح تجيكم مثلا 80 هنا و80 هنا متر و60، ودوك تبقى لكم حوالي 90 سنتيم. هذه هنايا راح تخدموا فيها هذا الصدر تاعكم. الصدر عباره عن واش؟ عباره عن ارتفاع الصدر. خي قلنا ارتفاع الصدر زيدوا له 2 سنتيم اللي تخيطوا فيه. ارتفاع الصدر هنا درتو انا عندي 30، تقلبوها 32 هكذا. تجيو تحسبوا تاعكم 32 اكيد للامام هكذا. هاي 32 منا، وهنا تقسموها على 2. العرض تاعها منا هكذا وشحال؟ العرض تاعها هو عرض الكتفين تاعكم، عرض الكتفين زائد 2، والطول تاعهم هو ارتفاع الصدر زائد 2. نعاود هنا هكذا. هنايا هذا هو الصدر، هذا يسمى بالصدر الامام والخلف. قسمنا على 2. المهم نتوما عندكم هذه القطعه هي المهمه، هي الصدر، ومن بعد طبقوها كما تحبوا. هنايا يبقى لكم الذراعين، وكاين اللي يديروا منه حتى التبطين. متفاهمين؟ هكذا راكم وجدتوا الروبه تاعكم. تقطعوها عادي. نقطعها ونرجع. هذه هي الاشكال اللي تحصلنا عليها، الامام والخلف، وهنايا الصدر، وهنايا الذراعين، وهنايا الفوله تاعكم. واش راح نديروا البنات؟ اول حاجه تروحوا للصدر تاعكم تثنيوه هكذا، تثنيوها على 4 هكذا البنات. ديروا تاعكم، صبروا نديرش وين مكتوبه باش ما تتلف لكمش هكذا. هذا هو الصدر تاعكم مثني على 4. تجيو هنايا تحدوا الرقبه تاعكم، وشحال عندكم الرقبه كيما تحبوا، نديروها 8 7. يعني الجايز يحبوا حاجه عريضه ديروا لهم 8 مثلا على 16. لهنا يحبوا حاجه مروحه هكذا على 16. وهنايا اكيد ديروا ميلان الكتف تاعكم 2. وهنا فقط في الاسفل نطلع ب3، السهم طالع نطلع ب3 ونرسم الشكل دائري هكذا البنات. ترسموا الدائره تاعكم ميلان الكتف عادي. هنا برك تطلعوا ب3 في الاسفل باه كي تخيطوها ما تجيكمش مايله هكذا. تجيو هنا عفوا الخلف تاعكم راح يتفصل وحده، اكيد تهبطوا ب2 هكذا. نحيو الخلف نحطوه اكوتي. هنا تجي فيه مخيطه نقطعها، ونزيدو نجيبو الامام تاعنا ونقطعوه عادي. ان شاء الله تكون واضحه الفكره هكذا. هذا هو اللي تحصلوا عليه، ارتفاع الصدر زائد 2 باش تخيطوا فقط هكذا. نروحوا للجزء هذا تاع الامام ولا البطن هذا البدن عفوا البدن هذا واش راح نديروا فيه هكذا. تثنيوه على 4 ثاني هكذا. وسط مغلق وسط مفتوح. في الوسط المفتوح تاعكم هنا تدخلوا داك الدخول هذا داك نفهمكم فيه كيفاش. في الوسط المغلق تدخلوا بحوالي 6 سنتي، تدخلوا ب6. نكتب يعني بلون واضح 6 سنتيم تدخلوا من الوسط المفتوح. من الوسط المفتوح راح تهبطوا هكذا. شوفوا السهم منا والسهم منا داخل، وهنايا هابط نهبطوا ب9 سنتي. شوفوا البنات دخلنا ب6 وهبطنا ب9 وترسموا هكذا الشكل هذا. اللي ما تعرفش تجيب اي حاجه دائريه سواء طبسي عندها ولا حاجه مدوره وتعمل فيها هكذا. المهم يجيكم مدور هكذا وترسموا عادي. هنا فقط تهبطوا حوالي ب1 او ب2، كاينين اللي يوصلوا حتى ل3. هبوط خفيف فقط باش يركبوا هنايا مع بعضهم.
اللي تحب الكشكشه هنايا راح تكبر هذا الجزء. فهمتوا البنات؟ مثلا تزيد هنايا حق الكشكشه. كما نشوفوا موديلات تاع الحجابات يجيو هنايا فيهم كشكشه بزاف. هذوك هنايا ما ديريش غير 80، رايحه توصليها حتى ل100. 100 هذيك رايحه تعملي فيها كشكشه حتى يولي لك قد هذا. وكاينين اللي الجزء هذا يعملوا فيه كذلك كشكشه، تما ما حيش ديري العرض هو عرض الكتفين فقط، رايحه تزيدي لانه الموديل فيه كشكشه باش نتفقوا فقط. المهم البنات تقطعوا هذه هكذا هنايا، يتقطعوا كيف كيف الامام كيما الخلف هكذا. هذا هو الشكل اللي راح تتحصلوا عليه من الامام ومن الخلف هكذا. انا في الرسم تاعي ماهمش قد بعضهم هكذا، زعما راح ندير كشكشه كيما في الموديل هذا هنايا راهم قد بعضهم، وهنايا ماهمش قد بعضهم. راح نعمل زعما طيات، والطيات كاينه كشكشه، كاينه هنايا كالونات، كاينين اسماء عندهم اسماء كثيره ان شاء الله نطرقوا لهم هكذا. المهم يعني كشكشه راكم تعرفوها، تلوحوا الخيط وتجبدوا. يبقاو لكم الذراعين. كيفاش تخدموهم؟ خدمتهم تاني سهله. تجيبوا القماش اللي خليتوه للذراعين طبقوه على 4 هكذا، زيدوا هكذا هكذا. واش راح نديروا البنات؟ نبدل القطعه هذه فقط، جاتني صغيره ما تخرجليش واضح. صبروا نجيب هذه هكذا باش يخرج الرسم فقط واضح. واش راح نديروا في الذراعين تاعكم البنات؟ تجيبوا هذا ارتفاع الصدر تحطوه هنا، هذه القطعه صغيره. صبروا البنات، تجيبوا تاعكم الذراعين. نتوما كنتم تكونوا خدمتوا بالقياسات ما حيش تلقاو مشكل كيما انا دركا. تجيبوا تاعكم الذراعين متني على 4 قماش على 4. واش راح نديروا؟ تجيبوا هذه الصدر ولا اللي من الفوق تحطوه هكذا، تحددوا نقطه من هنا حتى لهنا نقطه. في نفس الشكل زيدوا تجيبوا تحطوا هذا تاعكم هكذا وترسموا هذه الحرده اللي هنا. وكاينين اللي يخليوها هكذا على استقامه هكذا ويجيو هنا ويديروا حرده هذه هكذا. هي كلتا الطريقتين صحيحه يعني هكذا البنات. هذه الحرده هكذا اللي كتلصقوا هذه راح تولي لكم حرده هكذا. شوفوا البنات تولي عندكم حرده بهذا الشكل. هاي هنايا هكذا تجي مستقيمه، وهنايا الشكل هذا اللي جاي مقوس هكذا. هنا بما فيما يخص انك تحبيتي ديري كشكشه كيما الموديلات تاع الحجابات اللي يديروا هنايا فيهم كشكشه. هنايا واش ديري؟ تجيبي تاعك القطعه هذه، صبروا نبدلوها هكذا من الوسط المغلق، وسط مغلق تاكدوا تخلي حوالي مثلا 10 سنتيم حق كشكشه. هذه ديريها هكذا منا، تعلميها في الجهات الاربعه حق كشكشه، وترسمي تاعك هذه هنايا عادي. ان شاء الله تكون توضحت الفكره. مفهوم البنات؟ ترسموا تاعكم الرسم عادي، ومن بعد كي تقطعوا هنايا راح تجيكم كشكشه. حنا راح نخدموا موديل بدون كشكشه هكذا البنات. شفتوا تحطوا هذا مع بعضهم، وكاينين اللي يوقفوا المتر يحسبوا هكذا منا ويحسبوا منا ويحطوه طول هنا، اختياري. المهم البنات الجيول تاعكم هنايا تحبوا المورش عريض راح تهبطوا هكذا بالعرض هذا، وهنا تعملوا استيك ولا كشكشه. تحبوه ضيق تاني راح تحددوا هنايا دوران تاعكم تاع اليد لا المعصم تحطوه هنايا، يعني اختياري البنات. وتقطعوا هكذا. هنايا اكيد ما تنساوش تكرونتيو الدرعين تاعكم. هذا الشكل اللي تحصلوا عليه هكذا تجي هنايا على استقامه، وهنايا تجيكم في الحرده هذه هكذا. ان شاء الله نكون توفقت في الشرح تاع هذا الموديل هكذا البنات. هذا هو الشكل اللي يخرج لكم. دوك نحكيو عليه. كاينين اللي يديروا هنايا ما يديروش غير ارتفاع الصدر، في موديلات بزاف تلقايه هابط الموديل تحت حلمه الثدي هنايا عادي. كاينين اللي يتبعوا الفصاله هذه، وكاينين اللي يديروا هذه ويقطعوا فقط. هذه اللي نديروها سامبل تقطعي ومن بعد تزيدي حق الخياطه فقط، يعني عادي جدا. المهم البنات هذه القصه راهي تختلف حسب الموديل تاع الزبونه. وكاينه قصه اللي تسمى كورساج. كورساج هو اللي يجي الجزء العلوي وحده والجزء السفلي وحده هكا يحبسوا في الخصر هنا.
كما راكم تشوفوا هنا في الموديل هذا يحبس عند الخصر هكذا. الكورساج هذا راهو يختلف. تجيبي القماش تاعك عادي، تفصلي الجزء العلوي تاعك منه الامام والخلف، تكوني تنيتيه، تفصلي الجزء العلوي هنايا مثلا حساب القماش. الا كان قطيفه راكي ديري بالطول، واذا كان قماش عادي هاكي ديري عادي. كيما انا هنايا تنيت على اساس قماش عادي، وهنايا زيدي تفصلي الخلف تاعك عادي. البنات ما تولوش مع الرسم هكذا. دوكا البنات هنايا في الجزء السفلي راهو يختلف اختلافات كبيره. حبيت نهضر فقط على بعض النقاط. هنايا فيما يخص الكورساج واش راح نديرو هنايا تاعكم عرض الكتفين، فتحة الرقبه، وتهبطوا هنايا عادي بتاعكم خط التركيز ولا ارتفاع الصدر، وتهبطوا هنايا بخط هكذا مستقيم، وهنايا في الاسفل تدخلوا بحوالي 2 سنتيم. اذا كان الموديل تاعكم يعني باش حابين يجيكم على الخصر تدخلوا حوالي ب2 سنتيم، ما تهبطوش طول هكذا. شوفوا الا تلاحظوا القماش هذا كان هكذا، كارت هذا هنايا كان هكذا، وانا زدت دخلت فيه بحوالي 2 سنتيم كيما هنايا هكذا، ورايحين تقطعوها باش يجيكم على الخصر قد هكذا. راكم تلاحظوا بلي كاين دخول هنا. بالنسبه للجزء السفلي واش راح نديروا البنات؟ كاين اللي يجي بكشكشه هكذا هذه هنا يسموها كالونات. كاينه اللي تجي متقابله، ماشي تتنيو برك البنات، راح نديروهم بالكيل. تجيبوا هنا يعني عندي موديل من حجابات خيط صدق نعتلكم، ديروا مثلا 2 ولا 4 وديروا كل وحده متقابله. وكاين اللي يديروا يقسموها على 2 هكذا كما راكم تشوفوا، ويديروا هنايا كشكشه. كاين يعني اشكال الكورساج هذا راهو فيه موديلات كثيره يتخدم به الكاشكور ولا كروازي، وكل باطو درابي وكل غولي تاني كاين اللي يخدموه به. يعني هنايا راح تختلف بزاف. هنا من التحت كاين اللي يديروا الكلوش يجيكم مفرفر بزاف، هنا يجي ايفازي من التحت، وكاين اللي يديروا يجي كروازي في موديلات لان نشوفوهم يعني اختلافات كثيره. المهم كي تلقاوني مفصله موديل هكذا راكم فهمتوا كيفاه جبناه. من لهنا راكم ديروا ارتفاع الخصر، كاين اللي يوصلها لهنا هنايا برك، وكاين اللي يهبطها حتى لتحت تجي على شكل تريكو وتجيب يعني يا من الاحسن انها تجي هنايا. وكاين اللي يحبسوها هنا تحت الصدر القصه هذه. يعني الكورساج الطول تاعو يختلف حسب رغبه الزبونه. هكذا نكونوا انهينا ان شاء الله هذا الدرس يعني تاع القصات. هو الصح كامل في الدرس هذا غير تكونوا فهمتوا هذا، لانه حجابات بزاف يخدموهم به. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، يعني نزيدوا إن شاء الله نبسطوا أفكار أخرى بإذن الله.